الزحمه اللي انت شايفها دي كلها مش مظاهره ولا خناقه، كمل الفيديو للاخر عشان تعرف الكلام ده كله فين. في اكتر من مليون واحد بيتسحر امبارح في عربيه فول. النهارده عند اشهر عربيه فول في مصر. خش على فول وحيد. فول وحيد اشهر واحد في مصر، معروف بالبطاطس الجمبري، هو اللي مخترعها كمان، مشهور باستاذ البطاطس الجمبري في مصر. اول حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لي لايك، وعايزين الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. بقى تعمل لي متابعه وتتابعني كل يوم بقى عشان هنزل لك اشهر عربيه فول في شكل في منطقه شكل. 10 ايام من رمضان اعرفك على اشهر عربيات فول في مصر في كل منطقه، وما تنساش تقول لي انت منين واشهر عربيه فول عندك فين. فول وحيد مش زي اي عربيه فول في مصر، ده مميز نفسه في كمان في اختراعات كتير قوي في الفول. وفول بالزيت الحار، وفول بالزيت الحلو، وفول بالسجق، وفول بالليه، وفول بالسمنه، وفول الاسكندراني. وعايزكم بقى اول حاجه تطلبوها هناك هي فول الزيت الحار او فول بالسجق. اجمد حاجه معروف بقى بالدقه الحمراء اللي هو بيحطها على الفول، دي اجمد حاجه هناك في بقى. تجمعوا اصحابكم وتروحوا عند فول وحيد وتطلبوا بقى اجمد طلبات انتوا نفسكم فيها من هناك. بس بقى تعمل منشن لصاحبك وتقول له يلا نروح على هناك. يلا بقى نقول بسم الله ونجرب بقى اول حاجه فول بالزيت الحار كده. حرفيا فول وحيد ما يختلفش عليه اتنين، مهما نعيد ومهما نقول فول وحيد هيفضل رقم واحد في مصر. بقى بقرن فلفل اخضر كده وكفايه اصلا عند فول وحيد اجواء الرمضانيه اللي هناك اللي هتحسوا بيها وانتم موجودين. بقى تعلي الليفل، تروح منزل الدقه الحمراء كده على الفول كده بقى الفول بقى في حته 10 خالص. وندخل بقى على الويسكي الحلال، حرفيا كان جامد جدا من عند وحيد، تحس ان انت بتشرب حمص الشام كده، غريب ومشطشط كده في نفسه. نجرب اكتر حاجه والناس كلها بتروح لوحيد من كل حته عليها هي بطاطس الجمبري، وحرفيا جامده قوي. والبيض بقى مدحرج ده حرفيا بيكون عايم في سمنه بلدي كده. ندخل بقى على تورته البيض، دي بتكون واخده بقى زيتون وفلفل وبسطرمه وجبنه رومي. صراحه تورته البيض كانت جامده والبسطرمه اللي فيها حلوه كمان. لما تروح عند فول وحيد هتتبسطوا وانتوا قاعدين بتاكلوا كده. ده بقى كان بتنجان مقلي عليه دقه كده، كان حرفيا جامد. على الاختراعات من عند وحيد، طاجن فول بالله حرفيا غرقان في بحر من الليل، قطمه منه بس هتوديك منه في ده. تحكش اللي انت تاكله لوحدك، جربه انت وكذا حد تاني الطاجن ده. على اكتر حاجه عجبتني هناك هو الفول بالسجق، حرفيا كان جامد. وعايز بس السجق بس يكتروا في الطاجن، هم مستعملين سجق غالي جدا ونضيف. حاجه دخلت مخي وكانت عجباني هو فول بالسجق، حرفيا كان جامد 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 جامد. مش بقى تعمل لي لايك ومتابعه لو انت اول مره تشوفني وانا حمص. يلا اليوم هنزل لكم فيديو جديد في منطقه شكل في عربيه فول شكل واعرفكم عليها كمان. نصيحه مني بقى، لو انتوا عايزين تتسحروا عند وحيد في الرايق شويه، روح على الساعه 10 كده هتاكل وهتتبسط. هتروح الساعه 2 بالليل اكنك دخلت سوق الجمعه بالظبط. نسيت اقول لكم البتنجان المخلل بتاعهم كان جامد جدا. احلى فول تاكله من ابو وحيد، اقسم بالله ما ترياجه، احنا جايين له من اخر الدنيا. احلى اكل ابو وحيد. نورتوا الدنيا. انت هنا في فول وحيد، احنا هنا فاتحين من 32 سنه. الحمد لله سبب شهرتنا ان البضاعه بتاعتنا من ساعه ما فتحنا هي ما اتغيرتش. كل حاجه هتلاقيها ان شاء الله من عند ربنا ومن اجتهادنا. بضاعتنا وحالنا ومحتاجنا كل حاجه هتلاقيه هنا. انا مش قادر اقول لك ان انا اقيم نفسي، انا عايزك انت بعد ما تاكل انت اللي تقيم المكان وتقيم فول وحيد، دي اهم حاجه عندنا. شهرتنا هنا بتبدا من فول، بطاطس جمبري، تورته اللي هي بيض بالبسطرمه بالزيتون، جبنه مقليه هتاكلها هنا مش هتاكلها في اي حته تانية. اللي عنده وحيد مش هتكلم كتير، انا عايزك انت تجرب وتقول لي ايه رايك. اشهر عربيه بتبيع بطاطس جمبري فول وحيد.